سلام حبابي، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. قبل ما نبداو القصه ديال اليوم ما تنساوش تشاركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس وتخليوا لي شي تعليق يكون زوين بحالكم. ونبداو القصه ديال اليوم بلا ما نطول عليكم. جيت اليوم باش نعاود لكم القصه ديالي. انا القصه ديالي بدات مني كانت عندي 25 عام. كنت تنقري في واحد الروض. واحد النهار واحد الولد من هادوك اللي تنقري كان مريض وطالع عليه السخانه بزاف. هزيت النمره ديال التليفون وصونيت على دارهم، قلت لهم ضروري تجيو ديو الولد راه مريض وعيان، راه فيه السخانه. قالوا لي صافي واخا. واحد شويه تتم جاي واحد الولد عنده تقريبا 12 عام، هو اللي رسلوه باش غادي يديه. انا فاش شفت هذاك الولد ما عجبنيش الحال انني نرسلو معاه، يقدر يطيح ليه في الطريق ولا شي حاجه، خصوصا ان الوليد كان مريض بزاف. وهذاك الدري اللي عنده 12 عام راه الا مشات طاح ليه راه هو براسو ما غيعرف ما يدير ليه. عيطت على المديره ديال تما وقلت لها اللي كاين، قالت لي صافي سيري ديه وصليه. لبست الفيستا ديالي وشديت الولد من ايدو ومشيت معاهم. وصلني هذاك وراني الولد اللي عنده 12 عام، وراني الطريق حتى وصلت للدار. دقينا عليهم، حلوا الباب، ايوا شكروني بزاف وقال لي والو ما تزيديش بلا ما تشربي اتاي. دخلوني عمروا لي اتاي. وكان العم ديال هذاك الوليد الصغير اللي عندي في الروض بقى غير كيشوف فيا. انا عرفت بلا عجبته، ولكن درت راسي بحال ما عقدتش بيه وما شفتوش كاع، ما شفتش من جهته نهائيا. غير كلت شربت واحد الكاس ديال اتاي، كلت شي حلوات وانا نقول لهم يلا بسلامه الله يعاون. قالوا لي شكرا بزاف وخرجت مشيت رجعت للروض، كملت هذاك الشيء، كملت النهار ديالي ومشيت في حالي. الغد ليه لقيت عم هذاك الوليد هو اللي جايبو موصلو. دخلت وما ما درت حتى شي ردة فعل. بقى هو اللي ديما كيجيبو كيوصلو ديما. واحد النهار ويرسل لي معاه النمره ديال التليفون مع داك الوليد الصغير، وانا نقول ليه هاد النمره هذه خليها ترجعها لعمك وقول ليه بستعملني. فعلا الوليد صغير مني خرج مشى داكشي اللي قال ليه نيت. الغد ليه سميت انا داخله وهو يوقفني، قال لي بغيت نهضر معاك. قلت ما عندي فاش نهضر معاك، راسل لي النمره مع الولد ما حشمتيش. قال لي مني رجعتي عليا النمره وما بغيتيش تهضري معايا، انا عرفتك باللي فعلا راكي بنت داركم وبنت لي هي اللي معقوله وكبرتي في عينيا كتر وكتر، وانا راني ناوي المعقول وباغي الحلال وغادي نجي نخطبك من داركم. قلت ليه نشاور مع دارنا ونشوف يجعل الله خير. خلى لي النمره ديال التليفون ديالو وقال لي ضروري غادي تهضري معايا باش نشوفوا الا تفاهمنا. بقيت تنهضر معاه تقريبا لمده ديال شي شهرين، ولكن ما كنتش تندوي معاه يوميا. مره تنقول ليه بحال كلشي هضره ندويو في شي موضوع، تنحاول انني نشوف عقليته كيفاش دايره. دري عجبني وبان لي واحد اللي هو مثبت وبعقله، وقلت نتوكل على الله. فعلا مشيت معاه هدرت مع ماما وقلت لها راه ها كاين. قالت لي يا ماما شوفي بوك راكي عارفاه راجل اللي هو كبير وقليل صحه وما قادر على مشاكل، غنسولو على الدري الا عرفناه مزيان واخا تا قلتي ليه يجي للدار، الا بان لينا ما هواش ما كاين لاش يجي وما كاين لاش نبداو هاد الشيء الا كنا ما نكملوش. قلت لها صافي واخا. مشى بابا فعلا سول عليه، واللي سولو تيقول لي بالسعو من هذيك العائله راها ما هياش، ورا الدري تا هو ما مزيان شوف فيه المشاكل. جا بابا قال لي هاد الزواجه بنتي راه ما منوش، راه اللي سولتو تيقول لي نبعد حتى شي واحد ما قال لي سير توكل على الله، يا تيقولوا ديفو فمو يا ديفو فيه يا ديفو في العائله كامله، حتى شي واحد ما شكرهم ليا. ايوا انا سكت ما قلت لبابا حتى شي حاجه، غير هو اللي ناض وانا نشد في ماما. قلت ليها والو الدري انا داويه معاه وعارفه اشنو تيسوى، وما عمره ما خرج ليا شي كلمه ما هياش، ولا شفتو تيدير شي حاجه ما هياش، ولا بان ليا تيتلوى ولا تيدير في شي حاجه ما مزياناش. انا الدري منو الخلاق، والا ما تزوجش بيه هو ما نتزوج بغيره، هذاك هو اللي بغيت. قلت لي يا ماما بنتي راه ما يصلح ليك شو تسمعي باك شنو قال. قلت لها صافي انا رضويت ونحلف لك على القران ما نتزوج بشي حد من غيره، انا هو منو نخلق. ماما شافت تعيات ومشات هضرات مع بابا، قالت لي راها قالت ويقول لها صافي خليها تحمل مسؤوليتها، ما تجيش غير تبكي عليا غدا ولا بعدا. داكشي اللي كان. قلت لي شوف دارنا موافقين غير جي مرحبا بك. جاو جاب مو وخواتاتو، دخلوا جلسوا شربوا اتاي، هضرنا، قالوا صافي واخا كلشي مقابل كلشي قابل كلشي موافق.
فعلا درنا الخطوبة، من وراها درنا العقد، درنا عرس صغير صغير، حفلة بيناتنا، ومشيت معاه لدارو. عفوا ماشي دارو، الدار كانت ديال العائلة كاملين، يعني كاينين والديه، كاينين خوتو، كاين كلشي في هذيك الدار. جوج خوتو كبر منه كانوا ساكنين كل وحده في طبقه، كل وحده في دارها بوحدها، وانا كان خاصني نسكن مع العدوزه في دارها، في الدار عندها لتحت. بقيت ساكنه معاه. ايوا شويه بشويه بديت تنولف عليهم، بديت تنولف على التعامل ديالهم، واخا جاني طبعهم في الاول شويه قاصح، ولكن مع الوقت الواحد تيولف. انا حبست من الخدمه حيت ما بقاش خلاني انني نمشي نخدم، غير جلست من الخدمه وليت جالسه غير في الدار. بديت غاديه وتنغلاط، غاديه وتنغلاط. انا في الاول كنت فايته شويه فاش يلاه تزوج بيا، كنت شويه تنبان شويه عامره، ولكن ماشي ديك العمريه النيت اللي خايبه، يعني في القياس وصافي. ايوا غير تزوجت وجلست من الخدمه وبقيت غير في الدار الماكله والنعاس، عما زدت غلاضيت. هو بغى الولاد، قال لي انا باغي نولد، حيت انا يا الكينه. بقيت تنتسنى ولا هاد الشهر نحمل، لهاد الشهر نحمل، لهاد الشهر نحمل، ما جابش الله. قلنا غادي نمشيو لعند الطبيبه نشوفوا واش كلشي مزيان. فعلا مشينا عند الطبيبه انا وياه، دخلنا دوزات ليا الطبيبه، قالت لي راه عندك تكيس المبايض، واش انتي ما عارفاش؟ قلت لي لا ما عنديش. قالت لي لا راه عندك، ومن شحال هادي عندك قبل ما تزوجي، وراه في مرحله اللي متطوره، راه عندك بزاف. ودارت ديك الضحكه ديال زعما راك غير تتكذبي، راك كنتي عارفه. راجلي بقى غير كيشوف. من بعد مني سالات، نضنا جلسنا باش انها تعطيني الدواء. قالت لي شوف، اول حاجه خاصكي الضعافي، راكي غليظه. شحال فيك في الطول؟ قلت ليها فيا متر 57. قالت لي متر 57 وواصله ل 80 كيلو، فين غاديه؟ راك غليظه بزاف، خاصك ضروري تنقصي، تي راكي قصيره، والغلظ عما زاد بان فيك، وليتي تسمعني بحال شي بوطه. المهم قالت لي شي هضره اللي خايبه ولا ما خاصهاش تقولها ليا قدام راجلي. سالينا نضنا مشينا للدار. مشينا للدار، هو غير دخل برك يعاود العيالات خوتو ولمو ويضحكوا عليا، وقال لي راه كان فيها تكيس المبايض، وراه ما قالتش ليا قبل من الزواج وهي عارفه. قلت لي شوف، انا راني ما عارفاش، وما عمرني ما مشيت للطبيب، وما عمرني ما كنت عارفه هذا المرض هذا، حتى قالت لي الطبيبه. وزيدور راه ماشي شي حاجه اللي هي خايبه بزاف، عادي راه كيمشي والمراه تقدر تولد بيه. ايوا دوزنا هذاك النهار، وبقى في انا الحال بزاف من يعاود العيالات خوتو، قال لهم راه قالت لي دايره كي البوطه، وهما بقاو يضحكوا عليا، وبقاو مجمعين بيا داك النهار كامل. في الليل غير كنجلس كنبغي ناكل، كيقول لي بركه عليك صغري الجره، راكي تتكبري، مالكي كنتي جيعانه في داركم، جيتي عندي وتتفيضي. ولا ديما الهضره الهضره الهضره. انا غير هو تيقول لي حبسي من الماكله، انا عما تنزيد ناكل تنبغي نفقسو زعما. دوزت 15 يوم كان خاصني نرجع لعند الطبيبه. من رجعت عند الطبيبه لقات فيا 85 كيلو، تزاديت 5. قالت لي واش انا قلت لك ضعافي ولا قلت لك غلاضي؟ تي عما زدتي 5 كيلو في 15 يوم، انا ريتي فين غاديه؟ صافي هو عما زاد شعل، ولا ديما في الدار نقير ويقول لي انتي ما تتولديش، حصلتي فيا، شوفي كي وليتي دايره كالبوطاش، وكي غلاضيتي ما بقات عندك حتى فورمه، وليتي دايره بحال الفقمه، ما كتشبهي لتا شي حاجه. نقير بالصباح وبالعشيه، بالصباح وبالعشيه. انا صافي طلع ليا الزعاف. مني ترجعوا عند هذيك الطبيبه بطل حرام عما تزيد تكحل ليا الدواسه. قالت لي هذه راه صعيب بزاف باش تحمل، غير قلب لك على شي مرا وحده اخرى وتديرها ضحك وبصح. ايوا رجعنا للدار، ويقول لي شوفي انا باغي المرا اللي تولد ليا، ما باغيش وحده تضل تاكل ليا هنايا كالبقره وتسمن، بحال باغي نذبحها في العيد الكبير. الله يعاوننا ويعاونك بنت الناس، انا يا غادي نمشي نتزوج بمرا وحده اخرى اللي تولد ليا، وهذاك الذهب ديالك كامل غتخليه ليا باش نعاود به الزواج، حيت تي ضحكتي عليا، ومن الاول عارفه بلا راكي مريضه وما تقدريش تولدي، ورغم ذلك تزوجتي بيا. ايوا انا يا ما عجبنيش الحال فاش قال لي بحال هكاك، تزيدت معاه في الهضرات، غوت انا وياه. قال لي شوفي بغيتي تعطيني ذهبك بالخاطر وطلقي هذيك، ما بغيتيش راني غنديك اللوحك في داركم ونخليك ما تي مزوجه من تي مطلقه. مشيت لدارنا بلا ديت معايا ذهبي ومشيت بلا ما نطلقوا بلا ما حتى شي حاجه.
مشيت للدار جلست. هو ما بقاش جا عندي للدار كاع، بقيت تقريبا لمده ديال نص عام والو. تنقول ليه رفعت عليه دعوه ما تيجيش يحضر الجلسات. قال لي شوفي راك ما غطلعي مني حتى حاجه، ولا ما عطيتينيش هذاك الذهب ديالك باش نعاود نتزوج، راني ما غنطلقكش. شفت سعيد ومشيت عطيتو الذهب وقلت ليه جي غير حضر الجلسات باش انك تطلقني. فعلا جا ولا تيحضر الجلسات، طلقت انا وياه، دا الذهب، مشى تزوج بوحده اخرى. انايا مني رجعت لدارنا عاودت قلبت على خدمه، مشيت خدمت، درت الريجيم، ضعافيت، وصلت ل65 كيلو. رجعت فورمتي مزيان الحمد لله. وليت مهليه في راسي، وليت تنخرج تندور تنضحك. الناس تيسحبوني انا زيانيت وتقاديت غير على قبله هو زعما باش نفقسو. انا راه ما عنديش فيه حتى شي حاجه، انايا بغيت نرجع مزيانه من اجل صحتي وباش انني انا نولي بخير. مني شافني هو وليت بحال هكاك وضعافيت وتقاديت وزيانيت، عزيت عليه ولا قال لي نطلق هاد المراه اللي تزوجت بيها ونتزوج بك تيا، ولا يضل تابعني للخدمه. انا تنقول ليه بستعملني بس مني هو والو مثلاش بغيت تفرق عليا كاع نهائيا. حتى واحد النهار جاي يتابعني، زيد تنتغاوت انا وياه وبدا هو تيغوت عليا وهو يضربني وقال لي التيه ديالي طيري تنزلي غادي تعاودي تزوجي بيا. بديت تنغوت، جمعوا الناس، عيطت على بابا، مشينا، درنا به شكايه، عيطوا عليه البوليس قال لي غادي تبعد منه ما تبقاش تقرب ليا. داز هذاك الشيء. دازت واحد المده جا واحد الولد خطبني، وافقت انايا. كان هو باقي ما عمره ما مزوج، كبر مني ب8 ديال السنين. تزوج، عفوا سمحوا لي، دوزنا الخطبه. داز كلشي مزيان. هو سمعها، جات لي قال لي واحد النهار قال لي لا علاش تخطبي وتي غتزوجي بيا وتي ديالي وما يشوفك حتى واحد وما تمشي مع حتى واحد، وجايب معاه واحد الموس. ما بدات يعاير فيا ويرسل لي داك الموس، كان غادي يجي ليا في وجهي، غير انا دورت وجهي وعطيته بكتفي، جا ليا الموس في كتفي، الدمايات بقات ضيعه. مشيت انا هربت غير واحد القهوه، دخلت ليها، ناضوا شي رجال جراو عليه، هزوني انا داوني للسبيطار، خيطت. الدري اللي كان خاطبني غير عاودت ليه هادشي، قال لي سمحي لي يا بنت الناس الله يعاوننا ويعاونك، هادشي عندك فيه المشاكل، انا باغي نتزوج زواج اللي يكون هاني ونعيش مع مرتي، ماشي نبقى انا وياه في المشاكل وواحد باقي باغيها وما نعرف شنو. الله يعاوننا ويعاونك. تفارقت انا وياه ودابا انا خدامه. ايوا اللي سمع القصه ديالي يدعي لي بالزوج الصالح، انا والبنيات اللي باقيين ما تزوجوش، الله يرزق كل وحده يا ربي داكشي تتمنى.